ربما خلينا نقول على وجه الدقة اللي اقترحوا يانكوفيتش البلفضيل انه يوظفه 9:30 او ينزل باستمرار، هو ده شفته ناجح فيه بشكل كبير، ولا انه يبقى الراس الحربة ويعتمد عليه بقى في عملية الكروسات او الكرات العرضية باستمرار؟ انهي افيد بالنسبة له؟ لا، انا شايف ان هو نجح اكتر في لما خرج بره المنطقة. اولا اللي مساعده على كده كابتن سباعي جسمه. يعني طبعا مع الفارق برضو ما بحبش التشبيه، بس زي زلاتان. زلاتان لما بيستلم وبيحجز على اي مدافع بيدوس على كورته محدش عارف ياخدها خلاص منه، ولما بيلف عنده المهارة اللي يقدر يحط فيها واحدة او الثانية. هو حاول يستغل ان العامل القوه البدنيه اللي بيتمتع بيها ابو الفضيل، وهو نجح فيها. يعني في واحده استلمها وتحت ضغطه ولف وحطها. ده على الجانب الاخر انا عايز اضيف لك برضه، يعني طبعا انا في نفس الاطار طبعا بتاع بالفضيل ما هوش اللاعب المتحرك كتير بسبب ظروف جسمه دي. مش اللاعب المتحرك كتير، يعني لو اتمسك من شخص طويل لعب عليه هو الشخص بتاعه مش هيخليه يتحرك. تمام، هو قوي. تمام، انا عايز استفيد منه. بستفيد منه في ايه؟ دفاعيا وهجوميا. ما انا عندي تمركز وفي عندي انتشار. انا دلوقتي لما حطيته تحت المهاجم وهو اصلا حريف، لعيب عنده اللمسه زي ما كان بيقول الكابتن تامر، عمل 3 اسيستات لزمايله، واحده منهم دخلت هدف واثنين ما توفقوش ان هم يحطوهم. في نفس الوقت كمان انا كتمركز منعت بكل الكور العاليه ان هي توصل اساسا للديفندرين، فهو راس مثلث للاثنين الديفندرين، وفي نفس الوقت هو عقل شغال تحت اورلاندو. اللي انا بشوف ان الاستفاده بتاعته هنا كتير جدا اكبر من انه يكون راس حربه صريح. انه يكون راس عشان كده انا بقول لك نجح اكتر من ان هو يفضل في البوكس. على الجانب الاخر بالنسبه للفيرديه وكراويزيه، وحتى بعد التبديلات اللي حصلت يا كابتن تامر. مظبوط. يعني بس برضو زي ما بقول لك دول اكتر حاجتين لفتوا نظري في حته المهاجمين. يعني انت النهارده ما بقاش عندك يا كابتن سباعي اللي هو المهاجم الكلاسيكي الصريح اللي بتاع زمان. ايوه بالظبط، بتاع زمان، اللي قاعد مستني جوه ال 18 مستني مجهود زمايله، واحد يعمل له الكره العرضيه وهو بقى يحطها. ما بقاش فيه خلاص الكلام ده. كله النهارده بقى لازم يقوم باكتر من دور، انك تدافع وان انت تتطرف وان انت تصنع لزمايلك وان انت تشوط وان انت اللعيب الكره النهارده بقى بيعمل كل حاجه. باختصار شديد جدا يا كابتن سباعي، انت عندك 2 مهاجمين متساويين في كل حاجه، الحاسه التهديفيه متساويين فيها، القوه البدنيه، كل حاجه. واحد بيدافع واحد ما بيدافعش. انت كمدرب هتلاعب مين عنده حاجه اكسترا؟ اكيد هتلاعب الراجل اللي عنده اللي عنده حاجه اكسترا اللي هو بيدافع. بس ده باختصار شديد. فاكر كمان كنت دايما بتحب انت كلمه التفريغ. ايوه فان المهاجم بيفرغ، بيوقف مساك، بيفرغ لزمايله اللي جايين من صحيح. هنرجع تاني ونتكلم في كل الامور دي، لكن بشكركم مؤقتا. هنرجع نتقابل تاني 6:30 ان شاء الله مؤقتا. كابتن تامر بدوي، شكرا كابتن تامر. كابتن عماد دربالة، كابتن عماد دربالة، شكرا كابتن عماد. امتعتونا في الجزء الاول النهارده من مباراه ستاندرد ولياج ومخل. النتيجه انتهت 2-2. 6:30 ان شاء الله نرجع نقابل حضراتكم في المباراه الهامه والمرتقبه ما بين اندرلخت وما بين جينكو. واعتقد نتيجه ماتشنا الاول ده ستضفي مزيد من الحماس، مزيد من الاثاره على المباراه الثانيه. استنونا ان شاء الله الساعه 6:30 وهذا اللقاء الهام. شكرا لكم والى اللقاء.